كل واحد عنده مميزات. في حد مثلا عنده مميزات ممكن يبقى أخدها في شكل خارجي، ممكن يبقى حد تاني عنده مميزات أخدها في ذكاء، حد تاني يبقى عنده مميزات أخدها في فلوس مثلا. مش ذكاء أبدا إن أنت تتجاهل كل الحاجات دي وتبدأ من الصفر وتقول بقى لأ عشان أنا بدأت لوحدي وعملت لوحدي، لأنه كل واحد المميزات اللي عنده دي زي سلاح كده، لو ما استخدمتوش آه أنا بحس إن ده غباء. ازيكم؟ بما إني قاعدة في المطار ومعايا وقت فقلت أتكلم معاكم وأعمل لكم فيديو. وصراحة الفيديو ده أنا مش محضره له، الفيديو ده هنتكلم فيه أكتر أكننا صحاب، يعني هتكلم بشكل عشوائي كده واي حاجه هتيجي في بالي عايزه اتكلم فيها هقول لكم عليها. بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه، انه حاسه انه الصراحه 2026 جايه بانرجي كده او فايبز او طاقه مختلفه، وحاسه ان اللي هو بقى يعني مش انا بس، يعني حاسه انه ناس كتير خلاص زهقت من ان هي بتحاول ان هي تبقى زيها زي الناس التانية، او اللي هو بيتسمى ان هم يفت ان انتوا تبقوا زي الناس اللي حواليكوا، شبه الناس اللي حواليكوا. والصراحة يعني الموضوع ده كان ليه ميزة زمان، ان انتوا تحسوا ان انتوا بقى يعني ليكوا كوميونيتي وليكوا شلة صحاب شبهكوا وليكوا الناس اللي بتحبوكوا شبهكوا وكده. بس الصراحة انا حاسة ان انتوا ممكن يبقى عندكم نفس الحاجات دي بس وانتوا على طبيعتكم، وانتوا الشخص اللي انتوا عايزين تكونوا، من غير ما تحاولوا ان انتوا تغيروا في نفسكم حاجة علشان تكونوا شبه الناس اللي حواليكم. زي مثلا ان انتوا تغيروا طريقة كلامكم او تغيروا طريقة لبسكم او حتى الافكار بتاعتكم اللي انتوا بتفكروها، تبقوا خايفين ان انتوا تتكلموا عنها علشان هيقولوا عليا ايه مثلا، او مثلا هيبقوا ضدي ولا لا. يعني بقالي فترة كده اللي هو ايه، حاسة انه كل ما الوقت بيعدي، واعتقد ان ده كمان ممكن يبقى بريشر عندي لان انا خلاص في اخر العشرينات، خلاص اخر حاجة. فاللي هو حاسه ان انا في حاجات كتير كنت عايزه اعملها وما عملتهاش بسبب بسبب حاجات كتير، يمكن منها مثلا موضوع ان احنا نفت ان ده، ان احنا نبقى شبه الناس التانية اللي حوالينا. والصراحه حاسه برضو ان في حاجات كتير ما عملتهاش عشان انا بس كنت خايفه اخد الخطوه، خايفه ان انا اخد الخطوه وافشل فيها مثلا، او ما اكونش على قد ظن الناس اللي مثلا هترشحني للفرصة دي. بس انا في نفس الوقت دلوقتي بفكر اللي هو طب ما انا لو ما خدتش الخطوات دي ان انا اعمل الحاجات اللي انا بحبها، حتى لو انا كنت مش كويسة فيها في الاول، حاسة ان انا عمري ما هبتدي. يعني فاهمين قصدي؟ يعني عارفين لما الواحد بيفضل بقى يجهز 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 على اساس ان هو في لحظة يحس ان هو جاهز. انا كنت بعمل حاجات ان انا مثلا اشتغل على نفسي، بس حاسة انه عمري ما بوصل للمرحلة اللي هو احس ان انا بقى خلاص انا دلوقتي جاهزة. عارفين زي مثلا اللي ايه عايز يتعلم يعوم وخايف ان هو ينط في المية، فاللي هو خلاص بيروحوا بقى ايه زقينه في المية، واول ما بينزل في المية بيخاف كده اول ثانيتين تلاتة وبعد كده بيلاقي نفسه بيعوم عادي. فاعتقد انه ده الحل الوحيد يعني، وبشجعكم ان انتوا كمان تعملوا كده عشان انا هعمل كده في نفسي. أم... وعموما حاجة من الحاجات اللي انا كنت ما برتاحش فيها زمان هو ان انا اصور in public كده بره. ودلوقتي مثلا حاسه ان انا قعدت يعني احاول ان انا اتجاوز الشعور ده، ان انا اللي هو مش خوف يعني، بس اللي هو عدم ارتياح ان انتوا تبقوا بتكلموا الكاميرا والناس اللي حواليكوا شايفين ان انتوا بتكلموا الكاميرا. بس حسيت اللي هو عايزه خلاص كل واحد عايز يبقى الحاجه اللي هو عايز يعملها، كل واحد عايز يعمل الحاجه اللي هو عايز يعملها. يعني ما تحطوش بقى ليميتس لنفسكم علشان الناس التانية هتفكر ازاي عنكم، عشان صدقوني الموضوع ده هيأخركم كتير قوي عن ان انتوا ازاي عايزين تبتدوا حاجة انتوا بتحبوها وعايزين تعملوها، بس قلقانين وعندكم تخوف كده من حاجات كتير زي الحاجات اللي انا قلتها لكم دلوقتي. حاجة كمان كنت عايزة اقولها لكم، انه يعني انا حاسة ان انا اختفيت شوية كده عن اليوتيوب، بس انا الصراحة بحس دايما ان اليوتيوب المكان اللي انا برتاح فيه.
يعني حتى اكتر مثلا، مع ان انستجرام مثلا عندي فولورز اكتر، بس بحس ان يوتيوب آم، عندي اكتر ناس ما تعرفنيش شخصيا، يعني تعرفني بس من اليوتيوب. دي حاجة انا بتخليني ارتاح اكتر، لانه بحس ان انا فعلا بقدم حاجة ان الناس اللي ما تعرفنيش عايزة تسمعها، مش بيسمعوني علشان هم بس عارفيني على الحقيقة، فبتبقى يعني مجاملة. فاهمين قصدي؟ وحاجة من الحاجات الجديدة اللي انا عملتها في 2026 ان انا صبغت شعري. انا كنت بعمل عامة شعري اللون ده وانا صغيرة، عملته كذا مرة وكنت بحب شكله قوي عليا، بس بقالي فترة كده برضو من الحاجات اللي انا يعني انشغلت فيها، ان انا حاسة ان انا ما كنتش مهتمة بنفسي زي ما انا في العادي بهتم بنفسي. ودي حاجة مثلا انا لا مهمة بالنسبة لي، واعتقد مهمة يعني المفروض تبقى الناس كلها. فدي حاجة من الحاجات برضو اللي انا هشتغل عليها في 2026. ان انا ابتديت ان انا اشوف ايه الستايل بتاعي اللي انا بحبه، مش الترندنج، مش اللي الناس حباه عليا، مش مثلا اللي الناس كمان عاملاه. لا، انا عايزه اشوف انا ايه اللي عاجبني والبسه وخلاص، وهيبقى هو ده شكلي. يعني مش عشان هو ترند بقى طلع غريب، طلع الناس التانية مش عاجبها، ايا كان. انا عايزه احس انه دي شخصيتي 100%، ان انا مش في حاجة انا نفسي اعملها او انا حاسة ان ده انا بس انا مخبياها. فاهماني؟ وعامة عشان لو انتوا بتتساءلوا، انا في مطار روما، والمطار ده يا جماعة حلو حلاوة فظيعة يعني. لسه كنت بكلم مامتي وبحكي لها عليه، وشربت بقى هوت شوكليت ايطالي اللي هو التقيل ده. انا كنت قاعدة اصلا بدور عليه في مصر والف عليه المحلات، معرفتش اوصله. هو موجود يعني بس انا معرفتش اوصله. ف ببص لقيته هنا بقى، الاصلي بقى الاوريجينال. قولوا لي يا جماعه كده، انتوا يعني ايه اللي بتفكروا ان انتوا بجد تعملوه في 2026؟ مش يعني الاهداف وكده، لا، حاجه بقى خلاص اللي هو بصوا انا هعملها، اني هعملها حاجه بقالكوا كتير عايزين تعملوها وما بتعملوهاش، فهتعملوها في 2026 ايا كان. أم... في حاجه كنت برضو عايزه اتكلم فيها بس مش فاكره، نسيت. وعموما بحس انه ساعات كتير كده زي اي حد عادي، ساعات مثلا بحس ان انا بحاول كتير وتعبت، وبحس ان انا بيجيلي مثلا احباط خلاص، ان انا مثلا بفكر ان انا خلاص، طب خلاص يمكن ان انا مش عايزة اعمل الحاجة اللي انا اصلا عايزة اعملها دي. وده احساس عامة بحس انه بيجيلنا كلنا، بس يعني اعتقد ده بيجيلنا عشان احنا بنحاول يعني، كويس ان هو بيجيلنا، يعني احسن ما نبقى ما بنحاولش اصلا فمفيش حاجة بتجيلنا. بس عموما يعني اللي انا عايزة اقوله في النقطة دي انه ما تخلوش الاحساس ده يسيطر عليكم وتحسوا ان انتوا بس اللي بيجيلكوا احباط او كده. يعني عادي. انا عايزه اقول لكم مثلا بعد ما كان من اهدافي مثلا ان انا اليوتيوب اعمل له مونيتايزيشن في السنه اللي فاتت، ما خدتش بالي وقعدت مثلا فتره مش بنزل فيها دي واتسحب. طبعا حسيت باحباط لانه كل اللي انا اشتغلت عليه راح عادي وببتدي من الاول تاني. فساعات كتير كده يعني، ساعات كتير بنضطر ان احنا نبتدي من الاول. آه ومش بس في الموقف ده، يعني من الاول في حاجات كتير، ممكن في الاول بقى في شغلنا، في الاول في دراسة، من الاول في فلوس، من الاول في كل حاجة. بس بحس انه احنا عمرنا ما بنبتدي من الاول زي اول مرة. يعني مثلا هديكم مثال على موضوع اليوتيوب ده. مثلا انا ببتدي من الاول تاني ان انا افعلها تاني، بس على الاقل دلوقتي عندي 5000 مشترك على القناة مثلا، فهوصل لعدد الساعات مثلا بشكل اسرع من الاول مثلا. او ابتديت اعرف ايه الفيديوهات الناس بتحبها وايه الفيديوهات الناس مش بتحبها، فده هيساعدني برضو. نفس الكلام اسوبة على كل حاجة يعني. وعموما لو انتم مش مشتركين في القناة
اشتركوا في القناة. بس فالمهم يعني ان احنا مش عاوزين احساس الاحباط ده يسيطر علينا. لانه في حاجة كده انا مقتنعة بيها، وبصوا بقى يعني هي صح ولا غلط، انا مقتنعة بيها وعايزاكم انتوا كمان تقتنعوا بيها. عايزاكم تفكروا دايما في النظرية دي او الفكرة يعني اللي بتقول ان الحاجة اللي انتوا عايزينها هي كمان عايزاكم وبتحاول توصل لكم، بس انتوا لازم تعملوا شوية مجهود علشان توصلوا لها وهي توصل لكم. فلما يجيلكوا اي وقت تحسوا بيه بالاحباط او كده، افتكروا ان انتوا الحاجة اللي انتوا عايزينها هي كمان عايزاكوا وبتحاول توصل لكم، فانتوا لو ما كملتوش آه مش هتلاقيكم. وافتكروا كمان انه مثلا انتوا لو بقيتوا مثلا 20 سنة من دلوقتي، يعني كبرنا 20 سنة قدام، هل هتندموا مثلا ان انتوا بطلتوا تحاولوا توصلوا للحاجة دي ولا لا؟ واعتقد ان ده يعني هيشجعكم. يعني نقطة كمان بقى هتكلم فيها، وهو ان في ناس كده بحس ان احنا بنقعد نحاول معاهم كتير قوي. الناس دي مش شرط تبقى يعني حاجة عاطفية، يعني ممكن تبقى ناس صحابنا مثلا، ممكن تبقى ناس من العيلة، ممكن تبقى ناس كده، بس بحس ان احنا بنحاول كتير قوي معاهم وهما ممكن يبقوا مش مستجيبين. يعني احنا مش نفس الافورت اللي احنا بنديهولهم هما بيديهولنا، وده عموما عادي. يعني مش لازم ان انا مثلا عملت لحد حاجة لازم يعملها لي او كده، بس لما بيبقى الموضوع على يعني بشكل مستمر طول الوقت بيبقى اكتر خلاص، يعني تحسوا ان الطرف التاني ده فيه عدم اهتمام. فحاجة من الحاجات برضو المهمة ان احنا نبطل نكون اللي هي ايه الشمعة اللي بتحترق للآخرين. احنا مش عايزين نكون الشمعة اللي بتحترق للآخرين، عشان انتوا لما بتبقوا تركزوا على نفسكم هتلاقوا الناس يعني الناس اللي احنا بنبقى لهم شمعة تحترق دول هتلاقيهم هم اللي عايزين يبقوا معاكوا ويكلموكوا وكده، اكتر من لما انتوا تبقوا مهملين في حياتكم وفي نفسكم وفي اهدافكم ووقتكم وكل الكلام ده وبتدوه للناس التانية. فدي برضو نقطة مهمة. أنا الصراحة هبطل أدي طاقتي ووقتي ومجهودي لناس معينة. اللي أنا حاسة إن أنا بقالي كتير بدلهم الانرجي والطاقة والمجهود ده وهما مش بيبادلوني نفس المجهود يعني. واعتقد ان انا ممكن كمان ان انا اخليه اركزه على الناس التانية اللي هي بقى كانت بتديني اهتمام وانا مش مديالهم بقى، يعني العكس بقى. نقطة كمان بقى عايزة اقول لكم عليها، هي ان احنا ساعات كتير بنحاول ان احنا ما نبينش كل الكواليتيز بتاعتنا او المميزات بتاعتنا علشان نخلي الناس التانية مرتاحة، ما نخليهمش ان هم يبقوا متوترين او حاسين ان هم مش كفاية او كده. والصراحة يعني دي حاجة انا هبطل اعملها في 2026، عشان دي من ضمن النقطة الاولى اللي انا كنت بتكلم فيها، اللي هي بتاعت ان في حاجات انا عايزة اوصلها وعايزة اعملها وما بعملهاش، عشان منها ان انا ما بعملهاش. هي النقطة دي هي ان انا حاسة ان انا مش عايزة كده هي ان انا مش عايزة ان الناس التانية تحس ان هي مش مرتاحة او كده، فانا اللي هو احس ان انا اقلل من قدراتي، اقلل بقى من اي مميزات عندي. وبمناسبة المميزات عموما عايزة اكلمكم على حاجة، يعني كل واحد عنده مميزات. في حد مثلا عنده مميزات ممكن يبقى اخدها في شكل خارجي، ممكن يبقى حد تاني عنده مميزات اخدها في ذكاء، حد تاني يبقى عنده مميزات اخدها في فلوس مثلا، او بيزنس او كده ورثه عن عيلته. مش ذكاء ابدا ان انت تتجاهل كل الحاجات دي وتبدأ من الصفر وتقول بقى لا عشان انا بدأت لوحدي وعملت لوحدي. طول ما انت بتجتهد على نفسك خلاص ده كفاية. لكن مش الذكاء ان انا
ما استغلش المميزات اللي عندي علشان اقول ان انا عملت كل حاجة لوحدي، لانه كل واحد المميزات اللي عنده دي زي سلاح كده، لو ما استخدمتوش انا بحس ان ده غباء وده خسارة وده بيعطلك. فكل واحد المفروض بيشوف هو ايه السلاح اللي عنده او الميزة اللي عنده، ويبدأ ان هو يستخدمها ويبينها اكتر، ويشوف ان هو هيستفاد بيها ازاي في الحاجة اللي هو بيحاول يوصل لها. فعايزين بقى نغير برضو المينتاليتي دي في 2026، اللي هو لا انا لازم ابين ان انا بدأت من الصفر. لا مش لازم، يعني ان انا اجتهدت حتى لو مش من الصفر ده في حد ذاته كفاية. وبالتالي بس كده يعني، بالتالي خلاص يعني ما عنديش حاجة اقولها تاني دلوقتي. انا قاعدة هنا بتفرج على الطيارات اللي رايحة واللي جاية، واعتقد ان انا المفروض اقوم دلوقتي اشوف هو انا طيارتي فين بالظبط في المطار ده، عشان مطار كبير جدا وانا قاعدة في مكان كده عشوائي ومش عارفة اصلا انا قريبة من الطيارة ولا لا. فاعتقد ان انا المفروض اني اركز بقى كده واتحرك. المهم اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات حتى انتوا رأيكم ايه في الكلام ده. يعني انا بحب قوي عامة لما بيجوا لي كومنتات منكم وبرد عليها كلها سواء حلوة او وحشة. ف اكتبوا لي اي حاجة في الكومنتس.